أعلنت لجنة دعم إنتاج الأعمال السينمائية التابعة للمركز السينمائي المغربي برئاسة المخرج المسرحي أمين ناسور عن قائمة المشاريع المتأهلة للاستفادة من الشطر الثاني من الدعم العمومي، سواء في مراحل ما قبل الإنتاج أو ما بعده. ووفقا لتقرير رسمي صادر عن المركز، إذ تمت دراسة مشروع فيلم روائي طويل واحد و4 أفلام قصيرة في مرحلة ما بعد الإنتاج، 42 مشروع فيلم طويل، فيلمين قصيرين، وفيلم وثائقي في مرحلة ما قبل الإنتاج، 12 سيناريو مرشح لتمويل الكتابة، بالإضافة إلى 27 مشروع فيلم وثائقي حول التاريخ والثقافة والمجال الصحراوي الحساني. وقد قررت اللجنة منح 160 ألف درهم للفيلم القصير كتاب اليوم، إخراج وليد المحرزي العلوي، عن شركة Public Media Prod and Events. 4 ملايين درهم لفيلم قصة حب في 10 أغان، 3 زيجات وقبلة، من إخراج وسيناريو فوزي بن سعيدي، عن شركة مونتفلوري برودكشن. 3.5 ملايين درهم لفيلم كطيح البقرة لأسماء المدير، عن شركة إنسايت فيلمز. 3 ملايين درهم لكل من عيسى لسعيد آزار وسيناريو عيسى وهبي، عن شركة ميديا كولكت. الجرينتا لإلهام العالمي، عن شركة أتلانتيس فيلمز. كلثوم ليونس الركاب، عن شركة أوز فيلمز. 2.56 ملايين درهم لفيلم لاكابين لعلاء كعبون وإلياس حمدي، عن شركة إيبيك ويف برودكشن. 150 ألف درهم لكل من عودة مرة لفؤاد المساوي، عن شركة أويست برود. أصلال لمحمد حميمسة، عن شركة شمس برو. 100 ألف درهم لكل من السيناريوهات: العودة لشهاب البحار، عن شركة جي فيلمز. ولد العطار لفؤاد المساوي، عن شركة نور أويست برود. العيطة عالية لجميلة عناب، عن شركة ميديا كونسبت. وثائقي أين الفن لأمل طرش، عن شركة ريف فيلم المغرب. 50 ألف درهم لكل من موسم البرقوق لريم مجدي، عن شركة تيفاو فيلمز. الرازي لمولاي طيب بوحنانة، عن شركة كونسبت برودكشنز. خارج المنطقة لطارق رسمي والحسين شاني، عن شركة بابليك ميديا برود أند إيفنتس. 750 ألف درهم لكل من عطر الرمال لعبد الرحمن العالمي، عن شركة رباط إمبي. أرتاع لمحمد أحمد بجيجة، عن شركة سيتي آرت برودكشن ساوت. 740 ألف درهم لفيلم بلغة أخرى لمريم جبور، عن شركة للجواد فيزيون. 650 ألف درهم لكل من أرزيم الحيران، تراتيل الظل، المداح، تندميرت، لعدة مخرجين، عن شركات متنوعة. وأخيرا 60 ألف درهم للفيلم الوثائقي الكبانية لأيمن بن سليمان، عن شركة ميديا برود. يذكر أن هذه الدورة التي انعقدت من 7 إلى 17 يوليوز 2025 برئاسة أمين ناسور بأعضاء اللجنة، أكدت التزامها الجاد بمعايير الجودة والحياد في تقييم المشاريع وفق بيان المركز.